بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بالكراطة تاع البيتنجل بالبيشاميل. اول حاجه نديروها نغسلوا البيتنجل تاعنا ونقطعوه بطريقه طوليه، ومن بعدها نجيبوا بابي كويسون نحطوه في البلاط تاع الفور، نحطوا عليه البيتنجل، نديروا له الزيت ونديروا له الملح ونحطوه في الفور. ومن بعد نروحوا البصل، نقطعوا حبات بصل نديروهم يتقلاو على نار متوسطه. كي يتقلى لي البصل نحط عليه فيونداشي، كميه ماشي شرط كميه كبيره، شويه، المهم 250 300 غرام تاع فيونداشي نحطها معاه ونقليها مليح مليح، يسي نفتتها ما نخليهاش كتل كتل. من بعد نملح، ندير فلفل الكحل، صاص مغرفه تاع ملح وشويه فلفل الكحل، ونقليه مليح. من بعد نزيد طوماطيش، نكون مسكرفجتها مع زوج فصوص تاع الثوم، درت جوج حبات تاع طوماطيش طبعا صغار شويه. نقلي مليح لافاص تاعي، هذه حنديرها فوق البيتنجال، نحشي بها البيتنجال تاعي. ومن بعد كي نكمل راح ندير لاصوص بيشاميل. اول حاجه ندير جمار تاع الزبده، نخليهم يذوبوا فوق نار هادئه، ومن بعد نزيد عليهم كي تذوب لي الزبده نزيد عليها جمار تاع فارينه، ونسيي نذوبهم مليح مع بعض. ومن بعد نحط عليهم في قصاص كاس ولا كاس ونص تاع الحليب، ونخلط حتى تتكون لي الكريمه تاعي، تولي تحصل على كريمه سميكه. هنا نحيها ونزيد لها 3 حبات فرماج، شويه فلفل الكحل وشويه ملح، وانا نحب نضربها بالميكسور باش تجيني ليس، تجيني كيف ما تجينيش فيها فرماج، مش قطع، نحبها تكون كيف متجانسه. بعد نقبض المول تاعي اللي ندخلو الفور. انا درت في المول تاع الكيك، ندير فيه ندهن بالزبده ونزيد له، ومن بعد ندير شويه تاع البيشاميل من التحت، ومن بعدها نستف فوق البيتنجال اللي كنت شويته في الفور، نستفو من الفوق، ومن بعدها نحط عليه هذيك لافارس اللي درتها تاع الفيونداشي مع لاصوص طوماطو كامل، نحطها ثما. ومن بعد نزيد كوش تاع بيتنجال، نحطها نسقمها، ومن بعد نزيد كوش تاع بيتنجال من فوق، ونحط فوقو لا بيشاميل، زوج مغارف ولا تاع لا بيشاميل. من بعد نزيد نحط فيهم داشي اللي لافاس اللي بقات لي، نكملها نحطها فوقها. بعد نحط طبقه من جبن مبشور، انا حطيت نابولي، ومن بعد نحطها في الفور قصاص ما تحمر. وهذه هي النتيجه النهائيه. ننصحكم تجربوها.